السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عم تجيني طبعا رسائل كثير على الصفحة انه اعمل بشاميل، وبالتحديد المعكرونة البشاميل. اليوم رح اعمل لكم اياها بطريقة سهلة وبالدجاج. طبعا المعكرونة البشاميل المصرية بيعملوها باللحمة، اليوم انا بدي اعمل لكم اياها بالطريقة الاساسية الاصلية بالدجاج، وخلوكم معنا تابعوا الفيديو للاخير. أول شي بنحتاج للبشاميل الزيت والزبدة والطحين. عندي هون صدر دجاج، فطر، وجبنة الموزاريلا، وطبعا عندي أنا المعكرونة البيني بهذا الشكل. هلأ بدي أبلش بسلق المعكرونة. بالبداية أنا عندي الفطر هون بدي أقطعه. بالنسبة للتقطيع بده يكون مثلا شرحات، أو بتحبوا انتو تقطعوه مثل ما بدكم، بتحبوا هيك تخلوها مثل ما هي، هذا بيرجع اختياري. بالنسبة لكمية الفطر كمان، قد ما كترنا فطر هو رح يدوب معنا، ما رح يبين. في عالم طبعا ما بتحط له فطر، هذا حسب الرغبة. وهيك خلصنا تقطيع الفطر، بنرجعه هلا على الزبدية. هلا نشتغل كمان بتقطيع الدجاج. هلا في هون غضروف بدنا نشيله. بالنسبة للدجاج أنا بفضل يتقطع ناعم، طبعا مو ناعم ناعم، ولكن مثل ما بنقول قطع صغيرة أو راس العصفور، مثل ما بنحكي باللحمة، مكعبات صغيرة مثل ما شايفين، إذا مبين عندكم على الكاميرا، مكعبات صغيرة. وإذا طلع معاكم شي عصب بينشال العصب، غالبا إنه العصب بيكون بالفتيلة، هذا دهن ما بيأثر يعني. هلا بنجيب طنجرة بنحطها على الغاز، بنخليها لتحمى معنا منشان بس ننزل الدجاج تكون الطنجرة سخنة وما ينزل مي. هلا بحط زيت جوز الهند وبنزل الدجاج. بسم الله. شايفين مثل مو ملاحظين طنجرة سخنة معنا، مي ما في. بالعادة احيانا لما الواحد يحط الدجاج دغري بينزل مي، فلازم الطنجرة تكون هون سخنة. كانكم انتم كمان تستخدموا زيت نباتي عادي، فانا حطيت زيت جوز الهند بيعطي طعمة مع الدجاج طيبة كتير. بعد ما قلبناه واخذ تقريبا لون، بنزل الفطر، رشة ملح، معلقة صغيرة، رشة بهار. هلا احنا بدنا نشغل الفرن عنا على الشواية على حرارة 200-220 ما بيأثر. هلا بجيب صحن فاضي بخليهم هدول يتقلبوا تقريبا شي 5 دقايق، بعدين بدي انزل افضي الدجاج والفطر بالصحن وارد اعمل هلا هون البشاميل. نفس الطنجرة هلا انا نزلت كمية الزبدة، رح نزل معاها زيت كمان مشان طبعا ما تحترق الزبدة. الزبدة لحالها ما بكفي، نزل معها شوية زيت. طبعا النار بدها تكون هادية شوي، أقل من النص. بستنى لحد ما تذوب معي الزبدة. بحتاج كمان حليب، ملح، والفلفل الأسود أو أبيض إذا عندكم. هلا بنزل طبعا قد كمية الزيت هي الطحين. هلا بحط كمان شوي، بدي احمص الطحين. طبعا لننجح البشاميل بدي احمص انا الطحين، اخليه يتحمص. هون بعلي شوي الغاز، لانه اذا هلا بدي انزل السائل ان كان مي او ان كان حليب، فلسه طعمة الطحين ما تحمصت، فبضل طعمة الطحين وما بيطلع طيب. هلا طلعت ريحة الطحين وتحمص. شلون بدي اعرف انه البشاميل او الطحين تحمص؟ بيطلع ريحته تقريبا زي ريحة البسكوت. اذا بدنا نستخدمه لشغلات الدجاج او الشغلات الفواتح ما يغمق معي، هيك تمام. اما اذا لسه بدي استخدمه لصوصات اللحم، بدي احمص الطحين كتير لحد ما يصير لونه بني، مو محروق، يصير لونه بني. هلا بننزل نص كمية الحليب. بسم الله. وبنحرك منيح لحد ما يصير معنا عجينة، ومنشان ما يكبتل معنا بننزل شوي شوي وبنحرك. بالنسبة لهاي القطع السوداء، هاي طبعا من الفطر، لا تفكروا شيء ثاني، هو هذا الفطر لانه اشتغلنا بنفس الطنجرة احنا. الخليط صار تقريبا جاهز. بدي اضيف له شوية مي. مثل ما قلت لكم الفرن بهاي الوقت لازم نشغله قبل بربع ساعة على حرارة 200 او 220 من فوق بس. هلا هيك سماكتها صارت عندي ممتازة. بنزل هلا انا عندي الدجاج مع الفطر، بنزله معاهم. طبعا بده ينزل مي اجباري، بنزل بحرك. عندي المعكرونه كمان بدي انزلها، بعطيها تقليبتين، بقوي الغاز شوي. لازم المعكرونه البشاميل تكون مسقسه، ما بدنا اياها تكون كمان مريئه كتير، ولا انه تكون البشاميل جامد كتير.
طبعا في عالم تطبخ المعكرونه البشاميل بالكريمه، اذا طبختيها بالكريمه بدها تكون كتير سائله، فاحنا مشان نتفادى بهذا الشيء، هذا القوام المضبوط للمعكرونه 100%، نحن لنتفادى سائل كتير فبنحط جبنه بقلب الطنجره، او اذا حطيتيها انت بالجاط حطي جبنه بقلبها وبتخلطيها منيح فبتسمك معاكي دغري. هلا بدي اسكبها بالجاط. هلا بعد ما غلت معنا كلياتها تمام بدي اسكبها بالجار. شايفين سماكه؟ هاي هي السماكه المطلوبه. الله الله الله، الريحه يا جماعه بتشهي. بنشوف هلا بناخذ مرق. هلا بامكانكم انتم تدخلوها هلا هيك تقريبا 10 دقائق على الفرن، بعدين نحط الجبنه، او هلا دغري الجبنه وعلى الفرن. هاي بترجع انتم حسب ما انتم بتحبوا. انا راح ادخلها هلا بالبدايه، انا عندي هون اول شيء الموزاريلا، راح ادخلها تقريبا 10 دقائق بالفرن بحيث انه تاخذ وش شوي، تتشمع هون عندي المعكرونه وياخذ وش البشاميل. بعدين بدي اطلعها واحط لها الجبنه. شايفين هلا بعد ما طلعناها من الفرن هيك طلعت معنا بهذا الشكل اللي احنا بدنا اياه. هلا بدنا نحط جبنه الموزاريلا او اي جبنه انتم متوفره عندكم، وبعدين بدنا نرد ندخلها الفرن كمان على الشوايه من فوق. درجه الحراره تقريبا 200 230 على اعلى درجه المهم عندكم. هلا بدي اخذها على الفرن واحطها مره ثانيه بالفرن. وهلا هيك طلعت معنا من الفرن بهذا الشكل. وصحتين وعافية، صياما مقبولا وافطارا شهيا. شايفين؟ الله الله الله، صحة وعافية.